فيديو النهارده هقول لك فيه اشهر القنوات اللي بتشرح في مجال التمريض سواء للمعهد او الكليه. عايز اقول لك ان احنا هنا في القناه بنقدم لك محتوى خاص بطلاب الثانويه العامه والكليات، وبالتحديد مجال التمريض. محتوانا الاساسي هو مجال التمريض، ممزوج كده بعض الانشطه الطلابيه وازاي تطور من نفسك والزمالات والدبلومات وفرص السفر. فلو انت في كليه تمريض او في معهد تمريض اعمل لايك للفيديو ده واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان توصل ل 100,000 مشترك في اقرب وقت، وعشان يوصلك كل الفيديوهات الخاصه بالمجال بتاعنا. بص، كل ما يتعلق بالمجال بتاعنا ان شاء الله هتلاقيه عندنا باذن الله في القناه بتاعتنا. فاشترك في القناه وفعل زر الجرس، ويلا بينا اقول لك اشهر القنوات في مجال التمريض. في البدايه كده عايز اخليك تاخد بالك من حاجه مهمه جدا، الا وهي ان انت خلاص دخلت مجال التمريض. انت مش في ثانويه عامه ومش في اعدادي ومش في ابتدائي، انت دخلت ليفل مختلف تماما عن اللي فات. فبالتاكيد اكيد هيكون في حاجات مختلفه عنا قبل كده. في حاجه اسمها اختلاف المقررات. بالراحه كده عشان نفهم مع بعض قبل ما اقول لك القنوات بتاعتنا. طيب ركزوا جدا معايا. قلت حاجه اسمها اختلاف مقررات. لو انت تفتكر لما كنت في ثانوي او اعدادي او ابتدائي، المنهج كله ثابت وموحد على كل الجمهوريه. يعني اللي انت بتاخده في اسيوط هو في القاهره، في اسكندريه، في اسوان، في كل مكان في مصر. ده كله ثابت في ابتدائي واعدادي وثانوي. يبقى اكيد في الكليه او في المعهد بتاع تمريض او كليه التمريض الموضوع مختلف شويه. المناهج بتكون مش ثابته، مناهج بتكون مختلفه. يعني مثلا على سبيل المثال كليه تمريض جامعه دمياط، وليكن الاناتومي بتاع تمريض دمياط مختلف عن اناتومي تمريض اسكندريه، مختلف عن تمريض اسيوط، مختلف عن تمريض حلوان، تمريض عين شمس. وقيس على كده في كل المواد. كان ده مش في الاناتومي بس، لا ده في كل المواد بيكون في اختلافات. يعني الموضوع مش ثابت وموحد زي ثانويه عامه او زي ما قبل الجامعه. نقطه مهمه لازم اعرفها لك قبل ما نتكلم في فيديو النهارده عشان انت ما تتخضش او ما تتفاجئش او ما تتصدمش. لو انت بتفتح كتاب مثلا بتاع زميلك في جامعه تانية ما تتفاجئش ان المحتوى ده غير اللي انا بدرسه في الكليه عندي. لا، طبيعي جدا وارد ان يكون في اختلافات. مش كده وبس، كمان هتلاقي ناس زمايلك مثلا في كليه تمريض وليكن جامعه مثلا القاهره بياخدوا ماده انت وليكن في تمريض اسكندريه مش بتاخدها اصلا ومش هتدرسها خالص. عادي جدا وطبيعي وبيحصل وهتشوف ده. دي حاجه اسمها اختلاف المقررات. ومش معنى ان في حاجه اسمها اختلاف مقررات يبقى الكونتنت نفسه مختلف، لا. في حاجات الدكاتره بيركزوا عليها في جامعات وجامعات تانية مش بيركزوا عليها. وبالتاكيد في بعض الثوابت، الحاجات اللي ما ينفعش انت كطالب تمريض تدخل تمريض وما تدرسهاش. لا، في حاجات ثابته وموحده، بس انا بتكلم ان في اختلافات كتير جدا هتقابلك قدام. طيب يا عم زياد، ده سببه ايه؟ ده سببه ان الدكتور هو اللي بيحط المنهج نفسه، هو اللي بيحط المحتوى اللي انت هتذاكره وتمتحن فيه. الوزاره مش بتحطه ولا الجامعه ولا الكليه. الكلام خلاص اختلف عن ما قبل الجامعه. الدكتور هو رئيس جمهوريه نفسه ورئيس جمهوريه الماده. الدكتور هو اللي بيحط الماده. طبيعي الدكتور بتاعي غير الدكتور بتاعي غير الدكتور بتاع جامعه كذا غير كذا غير كذا. فطبيعي جدا الدكتور يكون شايف الجزء ده انا هجيبه للطلبه، ده مش هجيبه، ده هلغيه، ده مش وهكذا. وده بقى مفهوم اختلاف المقررات. حبيت بس افهمك الجزئيه دي عشان ان شاء الله ما تتفاجئش وانت بتذاكر تلاقي حاجه مش عندك او عند زميلك ومش موجوده عندك. طيب عشان السبب ده برضو مش هنلاقي مواد او مش هنلاقي قنوات بتشرح المناهج بتاعتنا بالتفصيل، لان احنا عارفين اختلاف المقررات. فممكن تلاقي في قنوات مثلا، ان شاء الله هجيب لكم قنوات والفيديو هيكون تمام وزي الفل محدش يقلق. بس اللي عايز اوصله لك ان القنوات اللي انا هديها لك دي او الحاجات اللي انت لو دورت عليها ولقيتها اصلا هتلاقي في حاجات مختلفه عن منهجك. فاحنا هناخد بس الحاجه اللي تخصنا، اللي تخص كليتك. ان كليتي غير كليتك او جامعتي غير جامعتك. فبالتالي انت هيقابلك كتير ان شاء الله وليكن درس الاكشن بوتنشال مثلا، يعني حاجه زي كده، او وليكن بروسيجر هاند واشنج او ايا كان اللي بتدرسه. هتلاقي في بعض الاضافات انت ممكن تستغرب ازاي دي مش عندي. لا ما تستغربش، واحنا عرفنا السبب بتاع كده ايه. ان شاء الله هقول لك على القنوات، وكمان هنذاكر من محتويات كليه الطب، هناخد الجزء بتاعنا اللي احنا عايزينه. ما تستغربش لو لقيت حاجات مش عندك، وما تستغربش لو لقيت حاجات عندك ومش مذكوره في الفيديوهات او في القنوات انا هذكرها لك وتدور عليها في مكان تاني. بس كده اتمنى يكون الموضوع واضح لك شويه في نظريه اختلاف المقررات. ويلا بينا من غير كلام كتير كده نعرف القنوات اللي بتشرح تمريض سواء للمعهد او للكليه. واشترك في القناه وفعل زر الجرس، ويلا بينا. اول قناه معانا هي قناه زياد الحصري. ايوه هي قناتي، ما ينفعش اكون بعمل لك الفيديو وما نحطش القناه بتاعتنا. بقدم لك محتوى خاص بطلاب كليه التمريض، مش بس الشرح، بيقول لك المدن الجامعيه والزمالات والدبلومات، وبيعرفك تفاصيل كتير في حياتك وازاي تشارك في الانشطه ان شاء الله في مجال التمريض. تاني قناه معانا هي قناه كليه التمريض بجامعه بنها، والقناه دي مهمه جدا. القناه دي شامله حاجات كتير جدا،
هتكلم معاك عن الاداره وكمان عن النفسيه وعن الجيرياتريك او المسنين وعن الهيلث اسسمنت وعن اساسيات التمريض والتمريض الباطني الجراحي. والقناه دي شامله حاجات كتير جدا، مش متخصصه في ماده واحده بس. القناه دي مفيده جدا جدا جدا، ومحاضراتها مختلفه، وميزتها ان هي متخصصه في مجال التمريض. قناه كليه التمريض جامعه بنها. القناه اللي بعدها قناه دكتور سامح غازي، من اشهر الناس اللي بتشرح اناتومي بطريقه ممتازه جدا. مفيش طالب في كليه طبيه ما يعرفش دكتور سامح غازي، مفيش حد في كليه طبيه تمريض اسنان بشري علاج ما تابعش الدكتور سامح غازي وشاف الفيديوهات بتاعته. بيشرح باسلوب مبسط كده مادة التشريح او الاناتومي، ودي طبعا اساس اي حد كبداية في المجال الطبي. لازم يكون عنده خلفية كويسة جدا في مجال الاناتومي او علم التشريح. يبقى قناة دكتور سامح غازي مهمة جدا، وان شاء الله انت هتاخد منها اللي انت عايزه. قناة دكتور محمد علاء عمران برضو من اشهر الناس اللي بتشرح ومتخصصة في الفسيولوجي او علم وظائف الاعضاء. برضو دي مادة مهمة جدا جدا جدا، لازم تكون واخد بالك كويس جدا منها. فان شاء الله قناة دكتور محمد عمران مهمة جدا وهتفيدك، وشرح حاجات كده بشكل الى حد ما جميل جدا. طبعا احنا عرفنا مع بعض القنوات، وعرفنا برضو المواقع اللي هتديك اسئلة تحل عليها ان شاء الله، دي هنقولها في فيديو تاني. بس زي ما شفنا مع بعض دكتور محمد عمران. اللي بعده طبعا يعني القناه المشهوره جدا بتاعه الفارماكولوجي، وطبعا الغني عن التعريف دكتور عبد المتعال فوده. الفارماكولوجي مفيش حد في كليه طبيه ما تابعش دكتور عبد المتعال، او مفيش حد ما سمعلوش فيديو. من اشهر واشطر الدكاتره اللي بيشرحوا ماده علم الادويه او الفارماكولوجي في مصر كلها. بعديه يجي دكتور ابراهيم الحسيني، واللي بيشرح الماده المهمه جدا، ماده البايوكيمستري او الكيمياء الحيويه. اي نعم الفيديوز اللي عنده قليله جدا، بس دي ان شاء الله لما اقوم مجمع كل حاجه ان شاء الله هتفيدك دكتور ابراهيم الحسيني والبايوكيمستري. مستر محمد النير او قنير زي ما بيقولوا، يعني صاحب كتاب تمريض حديث الولاده، وطبعا صديق ليا شخصيا وبفتخر بكده. وده يعني عامل كتاب تمريض حديث الولاده، ونادر لما تلاقي حد عامل كتاب وشارح الكتاب في القناه بتاعته. فانت هتلاقي هنا كل ما يتعلق ان شاء الله بتمريض الاطفال والحضانات. كمان شارح الكتاب جزء جزء وبارت بارت، تقدر انك لو مش معاك الكتاب تشوف الشرح بتاعه. من اشهر الناس في مجال الاطفال والحضانات، يعني حاجه جميله جدا لازم تكونوا متابعينه. بعد كده طبعا ايجي نيرسولوجي، صديقي علاء احمد، من اشهر الناس اللي بتقدم لك محتوى عملي مختلف الى حد ما، بيشرح لك بعض البروسيجرز او يعني الاجراءات التمريضيه، سواء اساسيات التمريض، الانترفيوز، الحاجات المفيده. بس كده وبكده نكون اتكلمنا وعرفنا اشهر القنوات اللي بتشرح مجال التمريض سواء لمعهد او لكليه التمريض. ولو انت استفدت من الفيديو ده متنساش تعمل لايك واشتراك في القناه، تبعت لكل اصحابك، واهم حاجه تابع الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. بقدم محتوى خاص بطلاب الثانويه العامه والكليات، وبالتحديد مجال التمريض بتاعنا. فطول ما انت متابعنا ان شاء الله هيقابلك كل جديد وجديد باذن الله. واخيرا يا ريت محدش يبعت لي مسج يقول لي فيها بعد اذنك ابعت لي مواد كليه تمريض جامعه حلوان. اجيبها لك منين؟ ما اعرفش، انا مش في حلوان. انا بيتابعني اكتر من 30 ولا 40 كليه تمريض على مستوى مصر، وال 40 كليه تمريض مناهجهم مختلفه. فانت لو انت حابب تاخد منهج اي حد او كده، شوف حد من الدفعه الاكبر منك في نفس كليتك في نفس جامعتك. بس كده لو عندك استفسار بخصوص اي حاجه اكتب في الكومنتات تحت، وابعت لي فولو على الانستجرام عشان برد على كل المسجات اللي بتجيلي. ومش هطول عليكم، وشكرا ودمتم بخير وسلام.